الغيبوبة اللي انت فيها دي. حضارات حضارات حضارات. الحاضر في المملكة العربية السعودية رقم 1 عالميا في التعليم السعودية، رقم 1 عالميا في الأمن السيبراني السعودية، رقم 1 في التكنولوجيا السعودية، رقم 1 في السياحة عالميا السعودية، رقم 1 في الزراعة عالميا السعودية، رقم 1 في الترفيه عالميا السعودية، رقم 1 في البترول والمعادن السعودية، رقم 1 في الطرق عالميا السعودية، الطب واللي يثبت ده كورونا عالميا والعالم كله كان بيتعلم منها السعودية، رقم 1 في الأمن والأمان السعودية، رقم 1 في تطوير العمر. والله انت اللي محتاج تفوق يا سعد. فوق 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 يا سعد، فوق يا سعد، فوق يا سعد، واعرف انت بتتكلم عن مين يا سعد. فوق يا سعد. مبدئيا كده يا سعد باشا، مصر والمصريين هم اللي خلوك بلوجر. يعني انت لما حبيت تبقى بلوجر ومشهور قلت انا مصري سعودي، تمام؟ حتى انت طالع الفيديو اللي انت بتعمله بتتكلم عن بلدك، بتتكلم باللغه المصريه. انا همشي معاك واحده واحده بقى في اللي انت قلته. بالنسبه للتعليم اللي انت بتتباهى بيه دوت، 90% من المدرسين اللي عندك في المدارس اللي عندك دلوقتي والدكاتره اللي في الجامعات كلهم من مصر. اما بقى بالنسبه للترفيه، فانت حضرتك لما حبيت تعمل الموسم بتاعك كل سنه كنت بتستعين بالفن المصري. بالنسبه بقى للرياضه، بفلوسك، بمدربينك، باللعيبه العالميه اللي عندك دي كلها، يوم ما واجهت الفرق المصريه خدت على وشك وخدت على عينيك ومعرفتش تكسب ولا فريق مصري. ده انت الدوري بتاعك كله ما فيهوش لاعب سعودي حد يعرفه. انا عندي بقى محمد صلاح العالم كله يعرفه، مصري ها. بالنسبه للطب، كل الدكاتره اللي موجوده عندك دلوقتي في المستشفيات كلهم من عندي. انا عندي الدكتور مجدي يعقوب، عارفه ولا ما تعرفوش؟ بالنسبه بقى يا باشا للامن والامان اللي انت بتتكلم عنه، انا بدافع عن نفسي وبحمي نفسي بنفسي. شوف انت بقى بتدفع فلوس لمين عشان يحميك. انا عندي اقوى 10 جيش على العالم، الجيش المصري. عندي اقوى جهاز مخابرات في العالم، المخابرات المصريه. بالنسبه للسياحه اللي انت بتتكلم عليها دي، انا عندي تلتين اثار العالم. انت فاهم يعني ايه تلتين اثار العالم؟ ده انت حتى لما حبيت تقلدني ويبقى عندك سياحه رحت عملت هرم صناعي، انما انا عندي بقى الاهرامات الاصليه، وبقى تعالى ونفرجك عليها. اوعى تنسى يا سعد باشا اللي احنا كنا بنبعت لك الاقلام والكراريس عشان تتعلم. اوعى تنسى اللي كسوه الكعبه الشريفه كانت بتخرج من عندنا. اوعى تنسى ان اول عربيه دخلت السعوديه كانت من مصنع النصر اللي عندنا، مصريه ها. احنا دولة دخلت في حروب، لو انت دخلت في حرب واحدة منها ما كانش زمانك ليك وجود. اوعى تنسى ان احنا عندنا الازهر اكبر قلعة اسلامية في العالم. انت لحد دلوقتي لما بتحب تتعلم قراءة القرآن بتسمع الشيوخ المصريين. اللي زيك يا سعد باشا هو اللي بيعمل فتنة وعايز الدنيا تولع. انما احنا بقى مش هناخد السعوديين والسعودية بذنبك، لان احنا بنحترم السعودية وشعب السعودية الشقيق. سلام.